كشفت تقارير إعلامية متخصصة في الشأن الدفاعي مدعومة بصور أقمار اصطناعية عالية الدقة معطيات جديدة توثق تحركات للجيش الجزائري بمحاذاة الحدود المغربية، وتحديداً بمنطقة قرية إيش. في تطور أعاد الجدل حول طبيعة ما يجري ميدانياً ومدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للحدود بين البلدين. وبحسب ما نشرته صحيفة ديفنسا الإسبانية، فإن الصور الملتقطة منتصف فبراير الجاري أظهرت تفاصيل دقيقة مرتبطة بتثبيت علامات حدودية، حيث تم رصد عبور عناصر عسكرية جزائرية إلى الجانب المغربي خلال تنفيذ الأشغال، وهو ما اعتبره متابعون سلوكاً يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل التوتر السياسي القائم بين الرباط والجزائر منذ سنة 2021. تحليل المعطيات الفضائية وفق المصدر ذاته، بين أن مواقع العلامات المثبتة تتطابق تقنياً مع خط الحدود المنصوص عليه في اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة سنة 1972 بالرباط بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، غير أن الصور أظهرت في المقابل توغل دوريات راجلة لمسافات محدودة داخل التراب المغربي، خصوصاً في مرتفعات مطلة على القرية، حيث استمر تواجدها لساعات أثناء الأشغال.